اللي بيدور على سبب يهدي بيه روحه ان ازاي الاهلي خسر من الزمالك، ويقول يمكن عشان المدرب عمل تشكيل مش كويس او اللعيبه ما كانتش في يومها او عايز اقول لك احنا بنضحك على روحنا مش اكتر. الاهلي خسر السوبر الافريقي امبارح لاسباب كتيره جدا، يمكن اقدر اعد لك بتاع 7 اسباب، وكلها حاجات تراكميه جايه ورا بعض واحنا شايفينها بعيننا، وللاسف محدش بيتكلم. من ساعة ما مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والراجل بيلعب 45 دقيقة دفاع بحت، مش قادر يتحرك بالكورة، سايب الكورة للترجي اللي هو عايز جون واحد بس لو جابه وياخد منك البطولة، وكلنا حطينا ايدينا على قلبنا وربنا ستر وكسبنا الماتش بأعجوبة. طب تعالى خلصت السيزون وكسبت البطولة والحمد لله ربنا كرمك وداخل على مدعكة حرفيا، داخل على انتر كونتيننتال، على السوبر الافريقي، على السوبر المصري، على كاس العالم الكبير. اي اهلاوي في الدنيا كان متوقع ايه من الادارة؟ وده السبب الاول. احنا كلنا قلنا ده السيزون اللي انت محتاج فيه ميركاتو خرافي. شخلل جيبك، افتح بقى الصندوق وطلع من تحت البلاطة وهات لي بقى 3-4 لاعيبة اجانب سوبر ينقلوا الفريق بتاعنا دي نقلة لقدام، يخلينا نقدر نحط رجل على رجل واحنا باللعب التخين، مش في افريقيا لا في العالم. ايه اللي حصل؟ خد بقى يا سيدي اول سبب. فجأة اللعيبة اللي خرجت من عندك، انت خرج من عندك اهم مدافع في افريقيا محمد عبد المنعم. امبارح انت داخل فيك جول، لو محمد عبد المنعم موجود مستحيل عم ناصر بنسي يسرق عبد المنعم ويخش يجيب الجول الاهبل ده. مستحيل افضل طول الوقت مش عارف اطلع بالكوره من ورا. مش مشكله، واحد زي عبد المنعم جبت اشرف داري ومش عارف ايه وبتاع، هدينا بنظبط الامور. لكن انت مشيت 7-8 لعيبه، قبلهم كان حمدي فتحي، مشيت احمد عبد القادر لحد دلوقتي انا مش فاهم انت مشيته ليه وما جبتش بديل مكانه. مشيت ديانج اللي ملوش بديل اصلا في سكوادك. كل اللعيبه اللي انت عمال تخرجها من السكواد قلنا ماشي، الاهلي بيقعد يبيع الاول وبعد كده هيجيب اللعيبه الجديده. ايه اللي حصل؟ جبت 4 لعيبه، منهم 2 لعيبه مدافعين والساعي، وما جبتش حد في المنطقه اللي انا عندي ازمه كبيره فيها، اللي هي منطقه الجناحين والهجوم. لا قدرت تمشي بيرسي تاو، ولا قدرت تجيب حد بديل، ولا تجيب حد يساند وسام اللي طالع عينه مفحوط، وقصه خلصت على كده. ادي اول ملف كارثي. وخلي بالك احنا مش هنضحك على روحنا، انت لو ما عدلتش السكواد بتاعك مباراة العين الجاية دي، وما تزعلوش مني، وعلى ارضك بالطريقة دي صدقني هتخسرها. انت اللعيبة بتاعتك فيها عندها مشاكل كبيرة جدا، لعيبة شبعت، لعيبة فيها بقت بتبص على حاجات كتير هنجيلها في السبب اللي بعد كده. لكن انا عندي سبب تاني شايفه من اهم الاسباب اللي ادت ان الدنيا بدأت تبوظ، منها اللي هو خروج كابتن سيد عبد الحفيظ. وتعالى بقى اتكلم معايا بالراحة. انا مشيت سيد عبد الحفيظ ليه؟ مشيت سيد عبد الحفيظ الراجل مؤثر في شغله؟ لا. بيعمل حاجة مش مظبوطة؟ لا. عنده مشاكل مع الإدارة؟ لا. قلت ان انت عايز تعمل كوادر جديدة. طب انت عايز تعمل كوادر جديدة، اديت كابتن بيبو وبدأت تبان ان في مشاكل والدنيا مش مظبوطة وفي حاجات مش عارف ايه، فروحت ممشي كابتن بيبو. الله، طب فين يا سيدي؟ ان ما هو انا طالما خدت قرار لازم ادعمه، لازم اصر عليه، اشوف ان انا وجهة نظري صح. لكن مشيت سيد عبد الحفيظ وجبت بيبو وبعد كده مشيت بيبو، طب ما الدنيا فكت. يا مؤمن انت تعرف ان اللاعيبه بتاعت الاهلي امبارح اتقال عليهم كلام انهم كانوا بيتفقوا مع بعض على المبالغ اللي هياخدوها من القنوات الفضائيه في اللقاءات اللي هتتعمل بعد المكسب. الله، انت داخل المباراه كسبها ليه؟ انت اللي قصادك ده فريق مش شايفه. افتكر بس معايا كده لقطه رامي ربيعه وهو بيحط ايده على خدوده كده، الحركه العسل السكر دي، افتكر كده وانت هتفهم قصدي. عمر كمال عبد الواحد وهو بيعملها بعديه ليه؟ احنا كنا بنعمل الحركات دي من امتى؟
من امتى لعيبه الاهلي بتعمل كده؟ من امتى لعيبه الاهلي القدامى زي كابتن بلال يطلع يقول الزمالك احسن ما يجيش؟ ده الكلام ده احنا كنا بنتلكك بيه على الناس اللي بتيجي تلعبنا وتتنطط زي اتحاد جده والهلال والكلام زي كده، ونقول كويس خليهم يتنططوا عشان يسخنونا، وما احنا اللي نسخن الناس. اللي هو ازاي؟ تالت سبب، عندنا مدرب واخد صلاحيات في الاهلي انا شايفها فوق الاوفر. الاهلي طول عمره ادارته ما بتتدخلش في اعمال المدرب، لكن الكولر فضل ياخد صلاحيات لدرجه انه بقى ماشي بالكيف، لعيب ما يعجبوش يركنه، لعيب مش مقتنع بيه. يعني واحد زي كريم الدبيس لما تيجي في نهائي افريقيا وتلعب واحد زي كريم فؤاد مش في مكانه، والراجل ده بيلعب في المنتخب الاولمبي اساسي، وكل الناس شايفه انه كان محتاج ياخد فرصه، فانت دمرته. واحد زي عمر كمان نفس القصه، قفشه نفس القصه. وقفشه ده انا مش هتكلم عليه دلوقتي عشان انا عندي السبب الرابع اسمه امام عاشور. الاهلاويه اللي بتحب امام عاشور تسيب الفيديو عند اللحظه دي وتمشي عشان كلامي مش هيعجبك. واحد زي قفشه بقى بيتركن، ولولا ربنا يسطرها معاه بيجي يلعب 10 دقايق ربع ساعه يقلب المباراه وساكت. المدرب بقى بيلعب باسلوب ممل، بيسيب الاستحواذ لاغلب الفرق، مش عارف ليه، مع ان انا عندي لعيبه المفروض ان هي تقدر تلعب ضغط عالي وتلعب استحواذ وحاجات كده تحس ان هي مش مفهومه. الفرقه بتفك، ولازم الاداره تقف وقفه مع المدرب، مع ان الاثنين المفروض وشهم من بعض في الارض. انا عايز لعيبه انت ما جبتهاليش كاداره، وانت كمدرب عمال تاخد مواقف من اللعيبه معينه، بدات الفرقه تفك والدنيا تبوظ، ومش عارف هيتكلموا مع بعض بانهي عين. لكن انا مقتنع ان كولر لازم الاداره تقف تتكلم معاه وتقول له اللي انت بتعمله ده مش في صالح الفريق. اللعيبه اللي انت بتاخد منها مواقف وتركنها على جنب دي ما بقتش بتجيب نتيجه غير نتيجه سيئه، وده بان قوي 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 في اوضه اللبس. تعالى بقى للسبب اللي انا يعني شايفه اهم الاسباب. انا دلوقتي عملت بقى سبق صحفي كبير وخدت امام عاشور من الزمالك وعمالين نتنطط وامام ومش امام. اقسم بالله امام عاشور ما بيلعب كرة في الاهلي بربع جنيه. ركز كده مع الراجل ده، اكتر بني ادم في الدنيا بيعطل اللعب وما بيرفعش عينه وما بيلعبش اي كور بينيه خطره ريسكي ما بين الخطوط، وفزلكه فاضيه بقى وكعوب وبتاع وحاجه في منتهى الملل. يا سيدي ده انت المفروض ان انت البرنس بتاع الفرقه، المفروض ان انت الراجل رقم 10 اللي هو انا محتاج منك ان انا اعمل استحواذ على الكوره، ووقت ما ارفع عيني اكون بعمل الباص اللي بيودي اللاعب للجون. امام عاشور ركز معاه، سيبك بقى من الهليله اللي عماله تتعمل. تعال ارجع اتفرج على مطوشه الاهلي وشوف امام عمل كام باص مؤثر في لعب المباراه، امتى ما عطلش اللعب، امتى عامل يحنكش. مهرجان الحنكشه اللي انا شفته واللي انا عمال اشوفه، ومفيش اهلاوي قادر يتكلم ويقول ان امام وحش. طبعا تقدر تقول وحش، ده انت عمال تتنطط وتتهلل وتعمل وتسوي، مش هضحك على بعض. اقسم بالله امام وحش، وقفشه لما بينزل 10 دقايق بيبقى احسن من ال 80 دقيقه اللي لعبها، وانت مش قادر تحكم عليه. لا، قعده، وقع عليه عقوبات، المدرب اتكلم معاه قول له الطريقه بتاعت اللعب دي ما تنفعش معايا. المصيبه لا يكون المدرب عاجبه اللي هو بيعمله. انا متاكد واديني بقول لكم وباذن الله ده هيحصل. المره اللي هيحط فيها عمر الساعي رجله في الملعب ان شاء الله مش هنشوف امام ده تاني، لان انا مش ناقص لعيبه تيجي فزلكه وحنكشه ولعب بقى وشعره ومش عارف ايه وستايلاته وكلامه راغي. الاهلي ما فيهوش الكلام ده. الاهلي فرقه جد جدا، بتركز قوي في اللعب، بتحترم المنافس، بتبقى عايزه كل اللي في الدنيا كله ان انا اكسب بطولتي وخلاص. انا امبارح المباراه مش هكلمك فني، بس انا المباراه من اول ما شفتها، من اول ما شفت تشكيل الزمالك وعرفت ان الراجل بتاع الزمالك ده محترمني زياده ومركز قوي وحط التشكيل الصح، انا كنت متخيل ان انا هنزل اول ربع ساعه تلت ساعه هضغط على الزمالك من قدام واخلص الماتش بدري. نفسي افهم ليه انا لعبت بالطريقه دي.
ليه لعبت بالطريقه ان انا سايب للزمالك استحواذ ومحترمه زياده على اللزوم لدرجه ان انا بحترمه كمدرب، انما اللعيبه لا، اللعيبه كانت بتتدلع لدرجه ان الزمالك انا شايفه هو الاقوى وهو الاكثر الاستحواذ وهو اللي عنده دوافع اعلى انه ياخد انه يكسب الماتش، وانت مستسلم. وحاجات بقى بتحصل في النص تجننك. انا قسما بالله المباراه لحد ضربات الجزاء وانا من جوه مش متضايق وعادي بقى يا عم، هم يستاهلوا ويكسبوا. لكن اول ما شفت يحيى عطية الله داخل يشوف ضربه الجزاء ركبني 7000 عفريت. يا راجل يا طيب، لعيب اول مباراه كبيره ليه وهو المتسبب في الهدف بتاع الزمالك، فطبيعي هيكون نفسيا مش مؤهل تماما انه يدخل يشوط ضربه جزاء. خلاص ضاقت عليك، مش لاقي ولا لعيب يدخل يشوط الكوره غير يحيى. وكنت قادر احلف على اي مصحف في العالم الراجل ده هيضيع وضايع. وقبلها عم رامي هو بيعمل لي الحركه اللي ملهاش اي 30 لازمه دي، وبعدها عمر كمال. يا رامي انت وعمر الحركه دي ما تتعملش، ده هي ما تتعملش اصلا. بس حتى لو هقول ان انا اعملها وانا كسبان 4-0 وجايب الجون الرابع فبتفزلك. حتى اقول لك برضو ما تعملهاش يا رامي، بس هتبقى على الاقل ممكن تعدي. انا بعملها في ضربات جزاء انا مش ضامن هكسبها ولا لا. لا دي حاجه مش طبيعيه. تعالى كمان للجزئيه المهمه جدا، محمد الشناوي. يا جماعه محمد الشناوي بان قوي انه بعد الاصابه مش فت، بان قوي انه بطيء والرفلكس بتاعه قليل وضعيف ومهزوز وبيغلط غلطات كتيره جدا. احنا هنفضل لحد امتى خايفين من اللعيبه ان احنا ناخد معاهم مواقف؟ ما تقعدوا. ده انا لا عندي لعيب بسم الله ما شاء الله عليه مصطفى شوبير ما ينفعش يقعد لاي حد في مصر، ورغم كده مصر ان انا بلعب الشناوي لان انا مش قادر اقعده. طب انا مش قادر اقعده اخسر بطولات عشان خاطر ان انا مش قادر اقعد الشناوي؟ مصطفى شوبير لو موجود امبارح ما يخشش فيه جون منسي، ما يخشش فيه جون باي شكل من الاشكال. الرفلكس بتاعه بطيء وبينزل على الارض ببطء وحاجه في منتهى الاستفزاز. انا لحد دلوقتي مش فاهم احنا بنتصرف ازاي في الاهلي. السكواد بتاعك انت لو قفلت السنه على كده ودخلت السيزون بالشكل ده صدقني انت ما تستناش اي بطوله تكسبها، الا بقى لو ربنا بيسترها معاك زي ما بيسترها. لكن انت لا هتعمل حاجه مع العين بالسكواد بتاع العين ده، ولا هتقدر تنافس في افريقيا بالشكل بتاعك ده، ولا عارفين احنا هنروح على فين بالطريقه دي. وهتبدا تظهر مشاكل في اوضه اللبس. انا عندي اقتناع ان احنا عندنا 2 لعيبه قادرين يبوظوا دوله، مش يبوظوا نادي، سواء كهربا ولا امام عاشور. الدماغ. فانا لازم اربط الصواميل، لازم ارجع سيد عبد الحفيظ تاني وما اقعدش اكابر، لازم اوقع عقوبات على اللعيبه جامد، ولازم ابص في الكام يوم اللي فاضلين على فكره اسمها ايه والله العظيم انا نسيت الاسم. على ان انا اكمل السكواد بتاعي، ان انا اجيب لعيبه جديده ايا كان بقى ده محليه ولا اكمل الاجنبي اللي فاضل. لازم اعلي السكواد بتاعي ده باي طريقه، لان الدنيا رايحه في سكه مش كويسه. اقسم بالله اللعيبه دي لما اتوقع عليها عقوبات بعد المباراه واتحطوا تحت ضغط، لازم اجيب ناس عندها دوافع تكسب بطولات. اللعيبه دي شبعت، اللعيبه دي بقى بتتمرقع وبتدور على حاجات بره الكوره، والسكه كده مش كويسه. والله ما بلغت، والله ما فشهت.